السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم بشيوات بسومة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو لقاكم باحسن الاحوال. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم واحد حلوه اقتصاديه بمذاق خطير. كنتمنى ان شاء الله تجربوها لانه متاكده غادي تعجبكم بزاف وغادي تعجب كل من ذاقها. فإذا بغيتيو تعرفوا المقادير وطريقة التحضير ما عليكم الا تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. واذا عجبتكم الوصفه كالعاده حاولوا توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. خليوا لي واحد التعليق صغير ولا توضعوا لي علامه اعجاب في المكان ديال التعليق باش نعرف واش الوصفه عجبتكم. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد فيديوهاتي. وكذلك غادي نشارك معكم الطريقه الصحيحه ديال الطهي والطريقه باش تحافظوا على هذه الحلوه لمده اطول تبقى لكم طريه. هادشي كله غادي تشاهدوا معايا في الفيديو ونبداو على بركه الله بالطريقه والمراحل ديال التحضير الحلوه ديال اليوم. بسم الله. نبداو الوصفه ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في قصريه او في اناء كنضيفوا 250 غرام ديال الزبده. الا بغيتو ديروا نصف الكميه ديروا فقط 125 غرام. انا غادي نضاعف المقادير. بالنسبه للسكر الا كنتو غادي ديروا نصف المقادير ديروا كاس مع مرش. كنتو غادي ديروا المقادير مضاعفه بحالي غادي ديروا 2 كؤوس الا ربع. انا كنقص داك الربع كاس ما كنبغيش الحلاوه بزاف. عندي هنا القشر ديال حامضه. انا مازال نزيد السكر. غادي نقطع بعد هاد الزبده قطع باش تجيني ساهله. ضروري الزبده تكون بحراره المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمه. وصافي هنا كنبداو نخدموا الزبده ديالنا مع داك الكاس الاول ديال السكر وعاد نضيفوا داك نصف كاس كما قلت لكم. ما كنبغيش الحلوه تكون يعني حلوه بزاف. هو نورمالمون خصكم ديروا واحد 2 كؤوس ديال السكر الا كتبغيو الحلاوه. انا نقصت واحد الربع. كنضيف كذلك رشه ديال الملح وكنخدم مزيان داك الزبده مع السكر يعني حتى كنحسوا بداك السكر ما بقاش كيبان يعني كينسجم لينا مع الزبده. لذلك كنقول لكم خاص ضروري الزبده تكون بحراره المطبخ كتسهل عليكم الخدمه وكتسماك لكم بسرعه مع داك السكر. هنا كنضيفوا البيضه الاولى والبيضه الثانيه. صافي غادي نخدموا هاد الحلوه ديالنا بجوج بيضات فقط. بغيتو ديروا غير بيضه واحده ممكن غير تكون كبيره بزاف باش هكذا يعني تصيبوا الوصفه ديالكم اقتصاديه اكثر. انا المهم حاولت ما امكن ندير لكم حلوه اقتصاديه. ما النصيحه اللي ننصحكم من افضل الحلويات ديالكم تخدموهم بالزبده من اصل حيواني. هنا كنضيف الكاس الاول ديال الزيت وغادي نعمر او نضيف كذلك الكاس الثاني. الا درتو نصف المقادير كديروا فقط كاس واحد. صافي دابا ضفت الكاس الثاني وغادي نحاول نخدم مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. داك الزبده يعني حنا كنحاولوا هي اللي كنركزوا عليها مزيان كنحاولوا نمعكوها مع باقي المكونات باش كينسجم لينا الخليط وكيصبح لنا الخليط بشكل يعني الشكل ديالو كريمي. صافي هنايا ملي كنخدموا داك الزبده مزيان في هذه المرحله غادي نضيفوا الكاوكاو اللي كيكون محمر بالقشور ديالو ومهرمش يعني ماشي مهرمش مطحون. هذا هو السر ديال هاد الحلوه هذه باش كتجي واحد الحلوه ما شاء الله واحد المذاق ديالها كيحمق. انا متاكده بالخصوص للعشاق ديال الكاوكاو او الفول السوداني هاد الحلوه دي تعجبهم بزاف. انا هنا ضفت تقريبا قياس ديال الكاس العنبه معمر مزيان. بالنسبه للكاوكاو درت داك الكاوكاو اللي رقيق داك البلدي. صافي هنايا كنحاول نمعكم مزيان. كيكونوا فيه يعني كيكون متكتل خاصنا نفتتو داك الكاوكاو مع هذا الخليط. ضروري هاد المرحله هذه افضل تضيفوه في هذه المرحله ماشي حتى تضيفوا الدقيق. صافي هنا كنحاولوا نخدموا هاد الزبده مزيان. وهنا من بعد ما كندخلوا داك الكاوكاو مزيان في الخليط كنبداو مباشره نضيفوا في الدقيق. كنضيفوا كاس بكاس. نضيف 3 ديال الكؤوس الرابع. المهم المجموع ديال الدقيق اللي ضفت في هذا الخليط تقريبا واحد 8.
ديال الكؤوس. العجينه خاصها تكون رطبه ما تكونش قاصحه باش. وغادي نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات من فئه 100 غرام، يعني المجموع 16 غرام. انا نسيت ما ذكرتش لكم، انا ضفت القليل من النكهه ديال الحامض. ممكن تضيفوها اختياريه. هنا صافي، او تضيفوا الكيس من الفلون ديال الكراميل. المهم على حسب، غير على حسب اللون، الا بغيتيو شويه ديال اللون في العجينه ديالكم. واخا داك الكاوكاو في الحقيقه راه كيعطينا لون مزيون. المهم النكهه كتبقى اختياريه. هنا غادي نجمع العجينه ديالي كيف كتلاحظوا، غير كنجمع بحال الا غادي نجمع العجينه ديال الصابلي، لانه هاد العجينه هي ما شاء الله كتجي مرمله. كنحاول ندخل فيها فقط داك الخميره ديال الحلويات اللي ضفت ليها، كنحاول ندخلها في العجينه كامله. وصافي العجينه ديالي ملي كتشكل بكل سهوله كتكون صافي. هنايا كنغطيو العجين ديالنا بواحد البلاستيكه باش ما كتنشفش لينا، لانه هي كتنشف. وكنبدا نشكل كوارات على حسب القياس اللي بغيتيو. الحلوه كبيره ولا صغيره، انا غادي نديرها متوسطه، ماشي كبيره بزاف ماشي صغيره، باش كتجي في الشكل ديالها حليوه. صافي هنا غادي نبقى نوضع مباشره في اللاطه، ماشي نحط وحده فوق وحده مع الحال سخون، كنحطهم يعني كيتلصقوا. فمن الافضل نوضعهم هكذا في اللاطه، ومن بعد غادي نزينهم ان شاء الله بالكاوكاو. غادي نوريكم كيفاش كنزينهم. مازال غادي مانيش ندخلوها زعما الفران هكا. انا كنفضل الحلوه اللي كتزين بالكاوكاو تزين عاد تدخل الفران، ماشي تتخرج عاد فاش كتزينوا هكذا بالناباج ولا بالموربا كترطب. ما كتعجبنيش الحلوه هكاك، خاصني تكون مقرمشه من برا وفتيه في نفس الوقت. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نعمر اللاطه ديالي. عاد نبقى نهز كل حبه ونزينها بالكاوكاو. هادشي كله غادي تشاهدوه معايا ان شاء الله. هنا كناخد الكاوكاو اللي كنكون حمرته في الفران بالقشور ديالو، وحيت له النصف ديال القشر وهرمشته في داك الهاشوار. المهم اللي كتهرمش نديرو نتوما مهرمش كيف ما بغيتيو، رقيق ولا غليظ. انا درتو هكذا رقيق شويه. كناخدو بيضه كامله، ما عندكم علاش تحيدوا داك صفر بيضه. بغيتو ديروا غير بياض البيض ديروا غير بياض البيض، انا المهم ما عنديش مشكل. واخا كندير بيضه كامله، كنضيف بعض القطرات ديال الحامض ولا ديال الخل ولا اي نكهه كتفضلوا باش ما كتجيش ريحه الزفوريه ديال البيض. هنا كناخذ الحبه ديال الحلوه كنغطس الوجه ديالها فقط في البيض، ومن بعد كنغطسها في داك الكاوكاو اللي مهرمش ومحمر في الفران. غير ما كيكونش محمر بزاف باش غير ندخلوها الفران ديالنا. ما تحمرش هنا اكثر من القياس. انا ما كيعجبنيش الكاوكاو نزين بيه خضر وندخلو الفران، ما كيتحمرش بزاف، كيتحمر غير شويه، لانه الحلوه ما كطيبش من الوجه ديالها بزاف، فقط غير كتحمر. فلذلك من الافضل تحمروا شويه الكاوكاو عاد تزينوا به. انا هكذا المهم كيعجبني، كل واحد والذوق ديالو. غير ما تحمروش اكثر من القياس باش يزيد يستحمل يدخل الفران. الطريقه ديال التزيين سهله وبسيطه، وكيف كتلاحظوا الشكل ديالها كيجي ما شاء الله كيشهي. غادي نستمر بنفس الطريقه. كناخذ الحبه ديال الحلوه كنغطس الوجه ديالها فقط في البيض، وكنرجع نغطسها في الكاوكاو، وفي نفس الوقت كنبسطها شويه. كتضغطوا على ديك الحلوه شويه ما كتجيش هكذا منفوخه بزاف. وصافي نستمر بنفس الطريقه وندخلها ان شاء الله الفران اللي كيكون مسخن مزيان. ضروري الفران تكونوا سخنتوه مزيان باش طيبوا الحلوه ديالكم على نار مهيله، كطيب من الداخل وكتقرمش من برا على خاطرها باش ما تبقاش لكم خضره من الداخل. وملي كطيب من الاسفل عاد كنهبطوها باش كتحمر من الوجه ديالها. بالنسبه للزين كناخذ تقريبا واحد 9 القطع ديال الشكلاط الابيض. كنضيف ليه ملعقه كبار من المربى اللي كيكون خاص بالحلويات او النباش، والنكهه اللي كتفضلوا، اما د الليمون د يعني د البرتقال ولا د الحامض ولا اي نكهه. انا درت النكهه ديال الليمون. وكنذوبوا داك المكونات مع بعضياتهم وكنضعهم في هاد الاداه هذه اللي كنزينوا بها، كنشكلوا بها خطوط او في بلاستيك، وتقطعوا الراس ديال البلاستيكه وتزينوا خطوط عشوائيه بهذه الطريقه اللي واضحه في الفيديو. ممكن تزينوا فقط بالشكلاط، ذوبوه ذوبوه هكذا في حمام مائي او في الفران، وتوضعوه في واحد الورق د الفرن ولا في بلاستيكه وتزينوا به، تشكلوا به خطوط. كذلك ممكن تزينوا بالشكلاط الاسود، تشكلوا خطوط سوداء كيجيو حتى داك الشكل كيجي زوين مع هاد الحلوه هذه. المهم التزيين كيبقى اختياري، ممكن كاع تستغناو على هاد المرحله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا اليوم. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي في التعليق. هانتوما لاحظوا داك التزيين
ديال الكريمه ما كيلصقش نهائيا، كيبقى الشكل ديالها كيف ما هو. ومن بعد ما كتبات لينا الحلوى مباشره كنستفوها في الطبق ديال التقديم. ولاحظوا ما شاء الله داك الخطوط ديال داك الشكلاط بنكهه الليمون كيجيو ما شاء الله، كيجي يعني قابض في راسو ما كيسيحش نهائيا، يعني بحال الشكل ديال التعليكه اللي كنسبق لي وشاكته معكم. غادي نفتح لكم واحد الحبه باش تلاحظوا ما شاء الله كيف كتجي مقرمشه وفتيه. سمحوا لي ما جاتش باينه مزيان لانه ما رديتش البال بان الصوره ما قبطتهاش مزيان. المهم راه الحلوى باينه وواضحه، جربوها وردوا لي في التعليق. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بها، كناخذ واحد البواطه اللي كتكون محكمه الغلق عفوا، كنفرشوا فيها داك الورق ديال المطبخ وكنستفوا الحلوى ديالنا. ملي كنستفوها اما كنوضعوا القطع ديال السكر، ومن الافضل توضعوا القطع ديال السكر، هذه افضل طريقه الا بغيتو تحافظوا على الحلوى ديالكم طريه لمده اطول. والطريقه الثانيه اللي حتى هي مهمه بزاف، واخا توضعوها في البواطه اللي كتكون محكمه الغلق، من الافضل انكم عاوتاني غير تسدوا البواطه ديالكم توضعوها داخل واحد البلاستيك، بلاستيكه، باش كتتاكدوا الهواء او الرطوبه ما غاديش تدخل لكم نهائيا البواطه. وهكذا كتحافظوا على الحلوى ديالكم لمده اطول. غير حطوها في المطبخ في شي بلاصه اللي ما تكونش سخونه بزاف، او في شي بلاصه في المنزل ديالكم اللي ما تكونش فيها الحراره. الا كانت عندكم الكوزينه او المطبخ ديالكم فيه الحراره بزاف، فوضعوه في بيت اخر او في، المهم نتوما كل وحده وعارفه البلاصه اللي صلاح تحط فيها الحلوى. صافي هادو هما يعني النصائح اللي ممكن نقدم لكم في هاد الحلوى، لانه اصلا بسيطه، ما تحتاجش يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. كنت ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. وإلا عجبكم الفيديو كالعاده حاولوا توصلوا لاكبر من اللايكات، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وما تنسويش من التعليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني بزاف، ولو توضعوا ليا علامه اعجاب في مكان ديال التعليق، وكذلك الدعوات اللي يخدمكم عليا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.